جنوبية، واليوم مع حضراتكم في فحص عربية كسري موديل 2013 اللون الاسود الملكي. عربية كاملة فول اوبشن برستيج، حساس امامي، حساسات خلفية، طقم الجنط السبور، طقم الجنط مقاس 17 سبور، حساس لدات امامية ولدات خلفية. العربية حساس امامي، عربية كاملة فاتحة بصمة شاشة، حاجة كده برضو زي ما بنقول لحضراتكم من الممنوعات. عربية كسر زيرو بمعنى الكلمة، هنفحصها ونشوفها مع بعض. عربية بسم الله ما شاء الله عليها، تحفة تحفة تحفة. الليد الأمامي، طقم الجنط، انبذات المرايات، البصمة الخارجية والبصمة الداخلية، لازق فابريكا ما شاء الله تبارك الرحمن. حالة الفرش بتاع العربية نظرة عامة كده، نظرة سريعة. عربية زي ما حضراتكم شايفين حالة الفرش جديد في المصنع. عربية يا جماعة تخانات كراسي خلفية، تهوية، فتحات تهوية، تكييف خلفي. عربية بسم الله ما شاء الله كاملة فول اوبشن متكامل. كل اللي نفسك فيه، كل اللي نفسك فيه تلقى العربية. مثبت سرعة، كروز كنترول، ستيرنج ويل، كومفورت، اوتو، سبورت، نورمال. عداد العربية يا جماعة 96,000 كيلو فقط، عداد شرعي. عربية لسه ما حلتش نمرها من عليها، عربية ما شاء الله. نبدأ مع بعض سريعا كده نتفرج على اوبشن العربية ونجربه. عربية مراية تعتيم، فتحة السقف، فتحة السقف مرفوعة. أول شيء بننزلها الأول كده، بعدين نفتح ضغطة واحدة تفتح فتحة السقف معانا، تقفل اوتوماتيك. بنجرب بس اوبشن العربية يا جماعة عشان صاحب النصيب يعني يطمئن ويبقى كأنه بيفحص بنفسه. الشاشة الأصلية بتاعت العربية، كاميرا الرجوع الخلفية والحساسات الخلفية. اوبشن العربية كل حاجة فيها، تكييف التاتش ما شاء الله سخن وبارد، سخانات كراسي كرسي السواق والكرسي اللي جنبه 3 درجات، حساس الأمامي، فتيس تستوستيرونيك مانيوال اوتوماتيك على المانيوال، يرجع غيار أول تاني كده على الاوتوماتيك ما شاء الله. العربية تحكم كامل في الطارة، تحكم ميديا، تحكم في التابلو، تحكم في العداد، سنتر لوك، ازاز اوتو، ازاز السواق ضغطة واحدة. ازاز العربية كله طبعا كهرباء ما شاء الله تبارك الرحمن. فرش جلد العربية بحالتها زي ما قلنا لحضراتكم. عداد العربية يا جماعة 96,000 كيلو فقط، عداد شرعي. وطبعا عداد ممتاز جدا. العربية زي ما حضراتكم عارفين تنزل بلوتوث، اي يو اكس، يو اس بي. البصمة الداخلية الأصلية بتكون بالشكل ده. العربية بيجي معاها البصمة بتاعتها، مسكات البصمة بتاعتها، مخرج للولاعة، مخرج للاي يو اكس، مخرج لليو اس بي، مخرج كمان للشاحن ما شاء الله. نبدأ بقى مع بعض نفتح الكبوت ونتفرج على فحص العربية. هنشوف شواسة العربية ونشوف الحوض والحلة، نتفرج على العربية بالكامل ونقول بسم الله. نبدأ مع حضراتكم. عندنا أجنحة خلفية يمين وشمال، تقفيل المصنع فابريكا بالكامل. الشنطة مساميرها ما حلتش بالسيليكون والفليتو الأصلي بتاعها فابريكا. الحلة تقفيل المصنع بالكامل بالبلاكات بتاعة المصنع، الستارة الخلفية الأصلية بتاعتها ما شاء الله. الاستبن برضو يا جماعة بالعدة بتاعته، لسه الاستبن منزلش على الأرض بالإبر بتاعته زي ما بنقول ما شاء الله تبارك الرحمن. حالة الجنط بالإبر بتاعته. حوض العربية زي ما حضراتكم شايفين، العربية ما شاء الله تبارك الرحمن. عندنا الكبوت مساميره مش حل، الكبوت الأصلي بالسيليكون أو الفليتو بتاعه، ختم المصنع، ستيكر المصنع، ستيكر البيانات. عندنا الرفارف الأصلية مش حلة، ختم المصنع. مفرش شمال أصلي. أساسيات العربية، شواذ العربية، مفيش حاجة حلت من قدام، مفيش
خبطات، يعني ما وصلناش للدواخل بتاعة العربية. السيليكات سيليكون والكليبتو الأصلي بتاع السيارة ما شاء الله. زي ما حضرتك شايف كده يبقى شفنا حوض العربية والحلة بتاعة العربية من قدام. نكمل بقى مع حضراتكم كده ونشوف استوكات المصنع وتقفيل فابريكة المصنع على قوايم السيارة. حضرتك ده استوك المصنع او فابريكة المصنع.